ازي حضرتك يا استاذ عايشه؟ اهلا يا حبيبتي، اهلا. ممكن اكلم فضيله الشيخ احمد؟ تحت امرك يا فندم. ممكن اكلم فضيله الشيخ احمد؟ اتفضلي يا فندم، تحت امرك. ايوه، ازي حضرتك يا شيخ احمد؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بخير يا رب. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بخير وصحة وسعادة. كان النبي يكرر. بص حضرتك يا شيخ احمد، انا عندي مشكله. انا مخاصمه، يعني مش مخاصماها، يعني ما بكلمش مرات اخويا بقالي سنه. ليه بس ما بتكلمهمش ليه بقالك سنة يا ام احمد؟ بقالي سنه. ليه؟ عشان معاملتها وحشه ومقابلتها وحشه لينا. مقابلتها وحشه. الو. هو في حاجة كده وهي حاولت تكلمني وانا ما كلمتهاش. واخويا كانت هي يعني ترضع، يعني ولدت ولد وكده، بقالها 5 شهور وما شفتهوش. وبقالي سنه ما بكلمهاش ولا بخش بيت اخويا. وهو يا شيخ ماشي تبعها وبرضك ما بيكلمنيش. ماشي، بس انت قلتي حاجه في النص، قلتي ان هي حاولت تكلمك اكتر هي من حاولت مره. تكلمني لما جت تولد، بس انا ما رضيتش. هي بتقول لي احسن تدعي عليا، بتقول لي انا عايزاك يعني تسامحيها لحسن. انا ما رضيتش اكلمها. ماشي، بس يعني سامحي بقى عشان اخوكي، موضوع بسيط. بتقول لك بتقابلهم وحش ومش عارفه ايه. يعني هو احنا دايما نقول كلام سيدنا النبي، تكلميهم في التليفون. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. هي دي القضية. الحاجة التانية ان النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت للنفوس ان هي تهدى ما قالش سنة، ما قالش 6 شهور وقال 3 شهور، قال النفوس تهدى بقى 3 أيام. 3 أيام كفيلة ان هي تذيب اي اثر يسبب اذى نفسي. 3 أيام، اكتر من 3 أيام هندخل بقى في طريق تاني. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وهنا أهل العلم يقولون فإن قال السلام عليكم فقد انقطع الهجر. يعني حتى لما أقول السلام عليكم انقطع الهجر. طب أنا قلت السلام عليكم والتاني ما ردش، يبقى انقطع الهجر من ناحيتك أنت، والإثم يلحق الذي لم يرد.